ممكن تعرفنا بنفسك؟ انا اسمي مؤيد هاشم. انا شغال كجرافيك ديزاينر وفيديو اديتور بقالي اكتر من 7 سنين. اشتغلت كفريلانسر وفولنتير في ايجنتس كتير. حاليا شغال كمدرب جرافيك ديزاين مع سكول. ايه اللي عملته في مجال تعليم الجرافيك ديزاين؟ انا دربت طلاب في مدارس ثانوي في مجموعات كبيره على الجرافيك ديزاين. بدأت في مجال الجرافيك ديزاين ازاي وليه؟ انا عندي 11 سنه، كان عندي بيج على الفيسبوك. كنت حابب اعمل ديزاينات وصور استخدمها في البيج دي، فبدات سيلف ليرن عن طريق كذا حاجه مختلفه. الموضوع خد مني وقت طويل، بس بعد كده حبيت اتعلمه بشكل بروفيشنال اكتر. لما حبيت المجال حسيت ان هو بيطلع الكرياتيفيتي اللي جوايا، وبعرف اعمل الصور والحاجات اللي بشوفها في دماغي. ليه شايف ان تعليم الجرافيك ديزاين مهم للأطفال؟ انا شايف ان مجال الجرافيك ديزاين حاجه مهمه ان الاطفال يتعلموها، خصوصا الاطفال اللي بتحب الرسم او الابداع، لان بعد كده ده ممكن يكون مجال شغلهم، سواء يشتغلوا فيه كجرافيك ديزاينرز او في مجالات تانية متفرعه منه. غير كده برضو حتى لو هم حابين يمشوا في مجال التك، في حاجه زي الفرونت اند، ان هم يبقى عندهم خلفيه في الجرافيك ديزاين دي بتساعدهم ان هم يختاروا بعد كده الالوان، يعملوا ديزايناتهم بنفسهم.